اسرع صينيه فراخ هنعملها في الفرن مع بعض. بجيب عندي بصلايه كبيره مبشوره، حبه من الملح، حبه من الفلفل الاسمر، وكعب ماجي. من كل حاجه نص معلقه صغيره، بابريكا، كركم، كاري، توم باودر، بصل باودر. زي ما قلت لكم من كل حاجه نص معلقه صغيره. بجيب عندي دبس رمان، بحط حوالي معلقتين كبار من دبس الرمان، وطبعا بهارات فراخ لو عندكم، والسبع بهارات، ومعلقتين كبار من دبس الرمان. دول بيفرقوا في طعم الفراخ. تمام. بنزل كده بعصرة ليمونة وحبة صغيرين من الزيت. دي كده عندي الخلطة اللي هحطها في الفراخ. عايزاكم الخلطة دي بسم الله ما شاء الله مميزة، هتخلي طعم الفراخ حكاية. تمام. باخد التتبيلة كده دي كلها وبدعكها كويس قبل ما انزل عليها بالفراخ. طبعا بنزل بحبة من الزيت، حوالي معلقتين كبار من الزيت. بقلب كويس قوي التتبيله قبل ما انزل بالفراخ. ممكن تجيبوا فرخه سليمه تفتحوها من الظهر وتتبلوها وتحطوها في التتبيله دي. في ناس ممكن تسيبها قبلها بيوم، وممكن تعملوها عادي قبلها بساعتين. بجيب عندي الفراخ اللي مقطعاها قطع وحبه من الشوربه لو عندكم شوربه، بدخلها الفرن على درجه حراره 220. بتقعد بالظبط ساعتين الا ربع وتطلع بالشكل القمر ده. لو الوصفه عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناه.